السلام عليكم. استهلاك البشرية للبيانات يزداد يوميا وبشكل غير عادي، والتطبيقات المستهلكة للبيانات أصبحت تطلب كمية أكبر وسرعة نقل أعلى ومزيد من المحتوى، وأصبحت شركات الإنترنت ومزودات الخدمة تتنافس فيما بينها لتزويد المستهلكين بمزيد من السرعات العالية والخدمات المميزة، بدءا من اتصالات حزمة البيانات العريضة برودباند، وصلنا إلى تقنيات الجيل الرابع LTE، الجانب خدمات DSL وشبكات واي فاي. طبعا البيانات الضخمة بيج داتا أصبحت جزءا هاما من حياتنا اليومية، سواء شئنا ما بينا فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ملايين الرسائل يتم إرسالها كل دقيقة عبر التطبيقات المختلفة، وآلاف الساعات من الفيديو التي تتم مشاهدتها عبر خدمات مثل يوتيوب ونتفليكس، والأمر ذاته ينطبق على ساعات الموسيقى. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سأريكم ماذا يحصل على الإنترنت في دقيقة واحدة لأبرز التطبيقات والمواقع. نبدأ أولا بموقع يوتيوب الذي تستخدمه الآن، فهو لديه 2,78,000 مشاهدة فيديو كل 60 ثانية أو كل دقيقة. ثم تطبيق سناب شات الذي لديه 527,760 صورة تتم مشاركتها كل 60 ثانية أو كل دقيقة. ثم لدينا موقع تويتر الذي لديه 347,222 تغريدة يتم نشرها كل 60 ثانية أو كل دقيقة. ثم لدينا محرك البحث جوجل، حيث تتم فيه 2,400,000 عملية بحث في الدقيقة أو في 60 ثانية. ثم لدينا تطبيق انستغرام والذي فيه 38,194 منشور يتم مشاركته. ثم إلى تطبيق فيسبوك الذي فيه 701,389 عملية تسجيل دخول كل 60 ثانية أو كل دقيقة. ثم إلى تطبيق الدردشة واتساب الذي فيه 20,800,000 رسالة كل 60 ثانية أو كل دقيقة. ثم إلى موقع أمازون الذي فيه 203,596,000 دولار قيمة المبيعات كل 60 ثانية أو كل دقيقة. ثم إلى البريد الإلكتروني حيث فيه 150 مليون بريد مرسل كل 60 ثانية أو كل دقيقة. وأخيرا لدينا متجر أب ستور والذي فيه 51,000 تطبيق محمل كل 60 ثانية أو كل دقيقة. وفي نهاية المقطع أتمنى أنك استمتعت، وبمقارنة بسيطة مع بعض الأرقام من العام الماضي نجد فعلا أن بعض الخدمات والتطبيقات قد تضاعفت كمية البيانات التي تستهلكها. فمثلا خدمة التجارة الإلكترونية أمازون حققت زيادة معدل 70% عن العام الماضي. فما رأيك في هذه الأرقام؟ اترك لنا رأيك في خانة التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.